بەڕێزان و خۆشەویستان ئەم کاتتان باش هیوام سەرکەوتن هەیە بۆ هەمووتان و هەروەکو بەڵێنمان داوە پێتان کە بەرنامەکانمان درێژە پێ بدەین و لەبارەی ئیسلامەوە ئێمە کۆمەڵێک زانیاری خینە بەردەستان و لەم بارەوە هەموو هەوڵێکمان بۆ ئەوەیە کە هەرچی زیاتر خوێنەوار و خود گەنجی کورد بتوانێت کە ئاگداری ڕووداوە ڕاستەقینەکان بێت. بۆ ئەم بابەتە ئێمە ئەمڕۆ میوانێکی زۆر ئازیز و خۆشەویستمان بان کردووە و لامان حازرە و بەڕێز حامد عەبدوسەمەد. بەڕێز حامد عەبدوسەمەد دیارە خۆی وەک کەسێک کە ناسراوە لە بەرنامەکانەوە زۆربەتان پێی ئاشنان، کەسێکە کە توێژەرە و لەبارەی کاروباری ئیسلامیەوە و زانیاری سیاسیەکانەوە کەسێکە کە زۆر کاری کردووە و مامەستا بووە لە زانکۆی میونخ و بەرنامەی سندوق الئیسلام پێشکەش دەکات و تا ئێستا زیاتر لە 101 یا 102 ئەڵقەی پێشکەش کردووە. هەروە بێتەوە نووسەری چەندین وتار و نامە و کتێبە و ئەو کتێبانەی کە دەری کردووە و نووسیوێتی لەوانە کتێبێک بە ناوی سقوط العالم الئیسلامی واتە ڕوخانی جیهانی ئیسلام و دووهەم کتێبیشی بە ناوی الفاشیە الئیسلامیە واتە فاشیزمی ئیسلامی. لێرەدا حەزەکەین پێتان بناسێنین و کۆمەڵێک پرسیاری ئاراستە بکەین. أهلا وسهلا أستاذ حامد في هذا البرنامج وشكرا على استجابتك لدعوتنا. أهلا بك وأهلا بكل الإخوة الأكراد المشاهدين. لندخل مباشرة إلى الموضوع ونوجه الأسئلة. تفضل. السؤال الأول لكم هو الإسلام طبعا يعاني من أزمة في الوقت الحاضر وهذا فالشيء معروف، فكيف أنت تعرف هذه الأزمة وكيف تراها؟ يا ريتها أزمة واحدة، يعني كنا دورنا لها على حل. الإسلام بيعاني من أزمات كتيرة الحقيقة في الوقت الحالي. أول أزمة هي أزمة علاقة الدين بالسياسة. الإسلام مولود سياسيا، مولود وعايز يلعب دور سياسي، خلط الدين بالسياسة بالحرب بالاقتصاد منذ بداياته، وهذا الزواج مش عارفين نتخلص منه. عندنا كمان أزمة مع نصوص الإسلام وتقديسها أكتر من اللازم. لما تقول لي ده كلام ربنا يبقى ما تقدرش تفسر، ما تقدرش تحلل، ما تقدرش تتخطاه. عندنا أزمة المثل الأعلى، لما نقول الرسول كان المثل الأعلى وخالد بن الوليد كان المثل الأعلى والخلفاء الراشدين، بل لازم نعيش زيهم، يعني يبقى في سبي، يعني في عبودية، يعني في حروب، يعني في تعامل معين بصورة معينة مع المرأة، وكل هذه أزمات. نرجع للأزمة الغابرة. لازم نرجع للأزمة الغابرة ونعيش حياتهم. لازم نعيش حياتهم الأولى والعصور الماضية، وهو هذه أكبر أزمات الإسلام، هو إن إحنا أزمات المسلمين إن إحنا نبحث عن المستقبل في الماضي. ما بنمشيش في طريق المستقبل، نركب قطار الماضي ونبحث عن المجد الماضي ونبحث عن المثل الأعلى من الماضي، فده معطلنا كتير. وطبعا أكبر أزمة حالية في العالم كله يعني هي أزمة العنف. تخيل حضرتك أي واحد دخل أي مكان، مقهى أو فرح أو بار أو أي نادي، وصرخ الله أكبر وجري، كل الناس خلاص كرسي في الكلوب وانتهى الفرح وانتهت حتى الحفلة. في المساجد في الكويت أيضا أشخاص دخلوا صاحوا الله أكبر، كلهم هربوا وأخلوا المسجد حتى بالمسجد. يعني طب يعني ده يوري لك أزمة الإسلام مع العنف اللي احنا عايشينه. مفيش حد خلاص، لا أتباع أي ثقافة أو أي ديانة بيعملوا هذه الأعمال الإرهابية بصفة أصبحت شبه يومية يعني. ومع ذلك تجد مع كل هذا الدم والدمار والعنف تلاقي نفس الإخوة المسلمين الدرويش بقى يقول لك الإسلام هو دين السلام ودين الرحمة، وهؤلاء لا يمثلون الإسلام، هؤلاء لا يمثلون الإسلام. فدي أحد الأزمات برضو، من اللي بيمثل الإسلام. نعم. كيف ترى النتيجة؟ نتيجة هذه الأزمات لوين نوصل؟ نعم. والله ربنا يسترها. على فين رايحين يعني مش عارف يعني. أنا مش من النوع اللي بيحب يبيع آمال رخيصة. يعني في ناس تقول لك هنحل لو عملنا إصلاح لهذه النقطة وعملنا إصلاح من هذه النقطة. أنا فعلا شايف أن الموضوع معقد
جدا. بس مع ذلك اللي بيعطيني أمل إني قارئ للتاريخ، وقراءة التاريخ أثبتت أن الحياة تنتصر وحب الحياة ينتصر في النهاية. فأي ثقافة أو أي فكر بيقف في طريق حب الحياة أو بيشجع ثقافة الموت ممكن يعمل انتصارات مؤقتة، ولكن في النهاية حب الحياة ينتصر. وأنا أعتقد أن الإسلام لو أهله ما قدروش إن هم يغيروا علاقتهم بهذا الدين، إن هم يصلحوا، أنا ما بقولش إن فيه الدين ممكن إصلاحه، ما أعتبرش الإسلام ممكن إصلاحه، لكن مستحيل. بعتبر إن إصلاح عقول الناس وعلاقتهم بالدين، إنه يتخلوا عن أفكار كتيرة لها علاقة بهذا الدين. لو ما عملوش كده حتصير كارثة، ولو عملوا إذن فالإسلام رح يصبح في خلال 20 سنة مجرد فولكلور بيتسلى به الناس، أعياد، عيد الأضحى، عيد الفطر وخلاص. لكن لو استمر الإسلام على متشبثا بهذا الدور السياسي وبهذا التصميم على العنف وعلى أنه أن المسلمين خير أمة أخرجت للناس، حيحط المسلمين في أزمات كبيرة مع العالم ومع نفسهم. يعني مش بس المسلمين مش بيعادوا العالم، بس دول بيعادوا نفسهم. إذا كان واحد سني ولا واحد شيعي ولا واحد علوي ولا واحد بيكرهوا بعض وبيقتلوا بعض وبيفجروا بعض. أنا الأوان يعني الناس تفيق من هذا الكابوس وتصلح علاقتهم بهذا الدين، ويفصل الدين عن السياسة، ويسمحوا بالحرية، ويسمحوا ويلغوا أي شيء له علاقة بالكراهية أو بتمجيد العنف أو بتمجيد ثقافة الموت. نعم، أنا سمعت بعض المثقفين يقولون بأنه أصبحنا عالة على العالم. صحيح، ما هو يعني الحقيقة أنه النهاردة بصت في أي بيت مسلم أو غير مسلم، أين المنتجات الإسلامية أو العربية؟ ما فيش. إحنا بنستهلك، ومش بس نستهلك ونحمد ربنا ونسكت، لا نستهلك ونقول له هات يا كافر التكييف اللي انت عملته، هات يا كافر الآيفون، هات يا كافر السيارة أسوأها، هات يا كافر السلاح أقتلك به. يعني حتى سلاحك اللي عايز تقتل به الكافر، هات السيارة حتى أفخخها وأفجر بوجهك. والله هم اخترعوا السيارة المرسيدس والسيارة اللامبورغيني والسيارة التويوتا، وإحنا اخترعنا السيارة المفخخة. نعم، بس أنا أعتقد بأن داعش والقاعدة كشفوا المستور. صحيح، وكشفوا قضايا كثيرة كانت مخفية على عامة الناس. أنا دايما بقول أن داعش والقاعدة أعادوا التاريخ الإسلامي بالفيديو كاميرا. يعني هو اللي احنا كنا بنقرأه عن التاريخ الإسلامي والفتوحات والغزو والسبي والظلم اللي بيقع على الأقليات، لما يعني اللي حصل مع اليزيديين واللي حصل في كوباني، هذا الشيء بنقرأ مثله في دخول جيوش خالد بن الوليد مش عارف لفين، وبداية دخول الجيوش الإسلامية لكردستان وللعراق وسوريا، حصل نفس الشيء. الفرق الوحيد إن إحنا هلا معانا فيديو كاميرا بنشوف صور متحركة للي بيحصل، لكن هناك عندنا نصوص بس. ونفس الشيء أعادوا إنتاج نفس الفكر، نفس الهمجية في غزو البلاد، نفس العنف، نفس القسوة. وكشفت النصوص اللي يعني ما كان اللي كان مستخبي. هي داعش والإنترنت هم اللي أظهروا الإسلام على حقيقته. نعم، ولذلك أنا متفائل كثيرا، لأنه هناك موجات كثيرة من الشباب في مختلف البلدان الشرقية العربية وحتى الإسلامية الأخرى، مثلا في أندونيسيا، في بنغلاديش، في إيران، وفي العراق مثلا. هناك موجة يعني الإلحاد، فيما يسمى الإلحاد، يعني لأنه أنت يعني تصبح ضد الإسلام. طبعا تقرأ النصوص وتشوف الحقيقة، وبعدين طبعا ما تتقبل هذه الفكرة. ومع تقدم الحياة المعاصرة، مع التقدم التكنولوجي، فالإنسان ما يتقبل هذه الأفكار. ما هو في 3 أنواع من المسلمين حاليا. يعني النوع الأول اللي هو بيقرأ النصوص الأصلية للإسلام، فلازم يقرر يا إما يبقى داعش يا إما يبقى ملحد. يعني في جزء كبير هكذا، يعني لازم يقرر. لو آمن بهذه النصوص وقال إنها من عند الله وقال إنها مقدسة وإنها صالحة لكل زمان ومكان، يبقى لازم يقرر يا إما يروح بقى يغزو ويقتل الناس، ويا إما إن هو يترك ويقول لا أنا لا علاقة لي بهذه. وفي طبعا مسلمين ما يعرفوش كتير عن الإسلام، يعني مجرد إن هم
يصلي وطيبين الناس ما أو همش انتقائيين او انتقائي طبعا، هم الوسطيين اللي هو لا ويحاول يبرر لك بقى، يقول لك ده انت ما فهمتش الآية غلط. يعني ربنا منزل آخر كتاب ليها عشان الناس 1400 سنة ما يفهموهوش، لحد ما الراجل الجميل ده يجي يشرح لنا بقى. أنا أقول لكم بقى ربنا كان قصده إيه. إزاي يعني؟ اشمعنى أنت؟ اشمعنى بعد 1400 سنة واشمعنى هنا ودلوقتي؟ عشان محرج إن على رأي أحمد بدير في المسرحية كل شيء انكشف وبان. يعني كل حاجة كانت مستخبية ابتدت تظهر. فهو محرج ان البلاوي دي عماله تطلع، فيقول لك بقى لا التفسير ده وما يقصدش بالايه الفلانيه كذا، لا يقصد لان ده من نتاج عصره. ولو نسينا شويه ان ربنا هو اللي بيتكلم، وعرفنا ان ده القران ده منتج بشري، واللي حصل ده كله كان بسبب مجموعه من البشر بتمر بظروف سياسيه معينه واقتصاديه معينه، وعايزين محاربين وعايزين يشجعوهم على القتال. هنفهم الايات دي كلها وسياقها، لكن الازمه ان احنا مصممين لا ده ربنا قبل ما يسكت للأبد اتكلم اختصنا احنا بس بأمارة ايه؟ عملنا ايه احنا للبشرية؟ قدمنا ايه عشان يختصنا ربنا بآخر رسالة للبشرية؟ عشان ايه يعني؟ ما ايش اللي قدمناه؟ طب بلاش دي، طب بعد ما خدنا آخر رسالة للبشرية قدمنا لهم ايه؟ نرجع مرجوعنا. روح النهاردة أقول الله أكبر في أي شارع في أوروبا أو في الدول الإسلامية نفسها، هتلاقي الناس جريت منك. هتلاقي الناس يخرجون من دين الله أفواجا، يعني من اللي شافوه، من اللي مش قادرين يستوعبوا، لأن مش ممكن يكون ده شيء إنساني، مش ممكن يكون ده شيء ربنا هو اللي محوشه للآخر. الدين اللي هو بنسميه آخر العنقود، يعني اللي هو المدلل الأخير، هو ده اللي ربنا كان مداخره بقى انه هيصلح البشرية ويصلح من مسارها وطريقها. ده جاء ملا الدنيا حروب وملا الدنيا دم وسبي واغتصاب. ايه الالهي في كده؟ وايه التصميم ده؟ بأمارة ايه ان ده احسن دين؟ وبأمارة ايه ان احنا احسن، ان احنا خير امة اخرجت للناس او تصميم مأساوي جدا طبعا. نعم. طبعا في نقطة مهمة جدا بأن نحن الكرد يعني ينظرون إلينا كأقلية بالشرق الأوسط، وفرضوا علينا الإسلام بالقتال وتحت إرهاب السيف، وقتلوا الكثير والكثير خلال التاريخ من الأكراد ومن الأقليات الأخرى. فأنت يعني رؤيتك يعني كيف تنظر إلى الأقليات في البلدان الإسلامية؟ أنا بطبيعة الحال الشخص اللي هو بنسموه بالراوي يعني أو أوتسايدر بيميل دايما للأقليات. أنا بحب أعرف تاريخ الأكراد، بحب أتكلم مع أصدقائي الأكراد والأمازيغيين والدروز والعلويين والآشوريين والسريان والأقباط، أحب أقعد معاهم. ليه؟ لأن في كتبنا الدراسية محو تاريخ هذه الأقليات، وهذا أنا بسميه بتر ثقافي وبتر سياسي وبتر اجتماعي. هذه الأقليات كانت ممكن تغني حضارتنا لو كنا استفدنا منها وكنا تعاملنا معها باحترام، مش بعنجهية، مش بسبي واغتصاب، مش ان احنا ننظر لهم ان هم مجرد اجساد نساء نسبيها او مجرد اراضي نسيطر عليها، لكن نستفيد من شعرهم وموسيقاهم. انا بحب الموسيقى الكردية جدا، بحب الشعر الكردي، يعني شيركو بيكاس ومشاهده الجميلة وأشعاره الجميلة، كأنك تشاهد فيلم سينمائي وأنت تقرأ قصائده. بحب الطبيعة الكردية، ونفسي من أمنياتي أن أنا أزور المدن الكردية في سوريا وفي العراق وفي إيران، وأشوف هذه الأماكن اللي الحروب دمرتها. وشايف الشعب الكردي طول عمره هو في الكماشة ما بين القوى المتطاحنة أو المتضاربة، بين يعني شعب يمكن عندكم 40 مليون نسمة، عندكم لغتكم الخاصة، عندكم تاريخكم، عندكم أعيادكم، كل مقومات الدولة موجودة إلا الأرض، ان انتوا تكون ارضكم بتاعتكم. حتى الارض معكم بس متقطعة على كم دولة، على ايران وعلى العراق وعلى سوريا وعلى تركيا وعلى ارمينيا وعلى في شوية كمان من في روسيا. يعني دايما محاصرين. لكن عندكم اسطورة جميلة في اسطورة كاوا الحداد
واسمه الثورة على والضحاك الملك الظالم اللي هو طلع له تنين على الشمال. فالأسطورة عندكم بتقول ان انتم كنتوا بتغزوا التنينين عشان ما عرفتوش تتخلصوا منهم، فهي يمكن دي سياسة الأكراد. يعني غذيه شوية لحد ما نعرف نتملك ونقضي على الظالم، وفي النهاية كاول الحداد قدر ان هو يقتل هذا الملك الظالم ويتخلص منه. اللي هذا الملك الظالم تكرر في تاريخ الأكراد كتير جدا، من غزو إسلامي، من الدولة الأموية اللي يعني جنت على الأكراد، الدولة العباسية اللي سرقت الثورة الفارسية بتاعت أبو مسلم الخراساني ونسبتها لنفسها وما شاركتش الأكراد ولا الفرس في الحكم، للدولة العثمانية والصفوية اللي تصارعوا مع بعضهم، ويعني كان الأكراد في النص بيستغلوا دول ضد دول. وحتى في القرن العشرين يعني استمرت مآسي الأكراد تستمر مع الصراعات اللي هي الداخلية، سواء بين الإيران والعراق وما حصل بينهم، سواء موقف تركيا، ولحد النهاردة نفس الكماشة موجودة، بس روح كاول الحداد موجودة داخل كل كردي وداخل كل بنت كردية جميلة بألوانها المبهجة، يعني كفاحها حتى بالسلاح. يعني وأنا أنا مش من أنصار الحروب، لكن الأكراد أثبتوا بسالتهم، يعني خاصة في حربهم ضد داعش. أعتقد العرب كلهم المفروض يرفعوا القبعة ويدينوا بالعرفان للأكراد أن هم ساهموا في هزيمة هذا الوحش الكاسر الداعشي اللي العرب ما عملوا شيء، لكن الأكراد هم اللي دفعوا الثمن من دمهم ومن أرضهم ومن بناتهم اللي راحوا حاربوا. فأنا دايما كنت بقول عار على أولاد العرب بنات الأكراد عمالين ينظفوا القاذورات الإسلامية اللي احنا خلفناها، ونحن ما بنبعت شباب يحارب معاهم أو يساعد هدول لوحدهم. وبعد كل ده لسه برضو لا، ما ينفعش برضو الأكراد يكون لهم دولة، عشان ما ينفعش. ليه؟ يعني اعتبرهم ياخذ الفلسطينيين، مش من حقهم شعب وليه ثقافته وليه كل حاجة؟ ليه ما يكونش ليه أرضهم؟ وليه ما يكونش له دولتهم وحكمهم الذاتي وكل حاجة؟ نعم، شكرا على هذا الموقف الرائع والتعبير الجميل طبعا بالنسبة للأكراد. وطبعا احنا الأكراد دائما يتهمون المسلمين، أي صوت يرتفع من الأكراد أو أي مطالبة يتهمون الأكراد بالكفر، بأنك عميل لإسرائيل طبعا، يعني بالعمالة، وأنك حتى ينعتون بأن احنا اليهود. يعني العقدة المزمنة للمسلمين بأنه اليهود يهود، ينعتون الأكراد أيضا باليهودية على أساس احنا يهود. بعرف هذا التشبيه، أي صوت بعد هذه التشبيهات. هم المسلمين لما يعيشوا أقلية تحت دولة تانية مثل أوروبا وأمريكا وبتاع، يطالبوا بأقصى الحدود وحتى بحقوق إضافية ما بيحصلش عليها المواطن العادي، يطلب حقوق خاصة ليه. لكن لما تقع أقلية تحت إيده مش عايزها حتى تتذمر، مش عايزها يعني تشتكي. هذا الشيء أنا سميته البجاحة الإسلامية. البجاحة اللي هي ومش بس إسلامية، البجاحة القبلية العصبية العربية. البجاحة اللي هي يعني عايز يكتم على نفسك ومش عايزك حتى تقول مش عايزك تتذمر. لو تذمرت تبقى زي ما صدام كان بيقول عليك، عملاء وخونة ومخربين. أي الثورة شيء مشروع، خاصة الناس اللي عندهم قضية وعندهم أرض وعندهم ثقافة يخافوا عليها. مقارنة بالأكراد، الإسلام قدم إيه للبشرية كثقافة كموسيقى؟ الأكراد بغناهم الحضاري والثقافي، وإن هم يعني المفروض الأكراد ياخدوا جائزة من اليونسكو إن هم حافظوا على لغتهم وعلى ثقافتهم وعلى موسيقاهم وعلى ألوانهم الجميلة المبهجة وعلى عيد النوروز الرائع، إنهم حافظوا على كل هذا وسط كل هذا الكم من البطش الديني والبطش الثقافي اللي تعرضوه من الغزو الإسلامي ده. يعني المفروض البشرية تحتفي بشعب زي الشعب الكردي أو حتى الأمازيغي أو الأشوري، أو إن هم لسه ما زالوا محتفظين بثقافتهم وبلغتهم الأصلية وما انطمسوش. الإسلام جاء وحد الألوان، لكن أنا لما بشوف صور من كردستان شوف البهجة والألوان والفرحة، بشوف الرجال والنساء يرقصون مع بعض، بشوف حب الحياة. ومثل ما قلت لك في النهاية ينتصر حب الحياة.
ولكن السعودية تصرف الملايين أيضا لقمع هذه الحب للحياة، هذه البهجة، وتصرف الملايين لأجل إرسال شيوخ وملالي وحتى فاتح لهم قنوات تلفزيونية، ويجون شيوخ على المنابر ويقولون يعني بأنه عيد نوروز عيد الكفرة، لا تحتفلون، الموسيقى حرام، الغناء حرام، لعب الشطرنج حرام، كل شيء حرام، فقط رمضان وعيد الضحى وأكل لحم البعير حلال. هو حاولوا كتير، يعني عيد النوروز عندكم شوفوا من امتى بيحاولوا ان هم يلغوه او يمنعوا الاكراد من الاحتفال به، من امتى بيحاولوا ينقبوا النساء ويحجبوهم ويخلوهم يختفوا خلف الجدران، وما زالت المرأة الكردية شامخة، ما زالت تلبس اللي بدها اياه، ما زالت مثل الرجل في الرقص في التعامل. واللي مالوا من الاكراد وراحوا ناحية بقى السلفيين والوهابيين والإسلاميين والملالي حيدفعوا الثمن، وبيخونوا قضية بني جنسهم وقضية الأكراد، إن هم بيكافئوا الغازي إن هم ينصهروا وإن هم يتنازلوا عن ثقافتهم من أجل حفن الدولارات. السعودية زائلة، وثقافة الصحراء لا مستقبل لها، ولو قدروا يصرفوا النهاردة مش هيقدروا يصرفوا بكرة. وفي النهاية أكررها مرارا وتكرارا، ستنتصر الحياة والألوان المبهجة، وسينتصر النوروز على باقي الأعياد. شكرا جزيلا على هذا اللقاء أستاذ حامد، وأتمنى أن نلتقي بك في لقاءات أخرى. سعدت بهذا اللقاء وتحت أمرك في أي وقت، وتحياتي لكل المشاهدين من الإخوة الأكراد أو طبعا العرب اللي بيسمعونا، اللي يعني ما بيأمروش بقهر الأقليات وما بيأمروش بنسف الثقافات الأخرى، يحترموا التنوع. هو هذا الشيء اللي احنا في النهاية نتمناه، يعني مش نتمنى انتصار الأكراد على العرب أو العكس، ان احنا نعترف أخيرا أن الحياة مثمرة أكتر وجميلة أكتر لما نتعايش مع بعض، نتعلم من بعض، نؤثر في بعض حضاريا وثقافيا بدون ما حد يقول أنا سيدك وأنت خادمي وأنت خائن وأنت عميل. كفاية هذا الفكر دمر بلادنا، وحنفضل بقى نعيد ونزيد فيه. ضحايا لهذا الفكر العنصري والفاشي. أشكرك على هذا اللقاء الجميل. شكرا لكم. خۆشەویستان هاتینە کۆتایی ئەم بەرنامەیە تا بەرنامەیەکی تر یەکترە بینەوە. زۆر سپاس بۆ ئێوەش.